البصمه واللمسه، وهو كلمه السر في نجاح اي عمل بيشارك فيه. حبيبي ده شهادة كبيرة اعتز بيها والله يا أم عادل، ويا رب أكون عند حسن ظن الناس جميعا، وربنا يوفقنا. أم عادل احنا تعرفنا ببعض، أول تعارف ما بيني وبينك كنا في محطة مصر. دي كانت في بداية الرحلة، وساعتها كنت طالب في المعهد ده العالي في حقيقي. المسرحية. فمن ساعتها لا أنا أنساك، طول عمرك كنت بتنبأ لي، بتحلم لي، ما سبحان الله وأنت ما تعرفنيش، بس حتى كنت بتعطف عليا حتى ولو بالكلمة. فشكرا ليك، انت اللي شرفتني. يا جماعه الراجل ده والله العظيم وحياه ربنا من اول يوم شفته فيه كان في محطه مصر، كان بيصور او رايح يصور فيلم ساعه ونص مع الحاج احمد السبكي. انا شفته وما كنتش اعرفه، والله العظيم ما كنت اعرفه. قلت لهم يا جماعه الراجل ده كاركتر، والراجل ده هينجح وهيبقى نجم جامد جدا. مش عارف عملت كده ليه، بس يا جماعه الراجل ده والله العظيم وحياه ربنا من اول يوم شفته فيه كان في محطه مصر، كان بيصور او رايح يصور فيلم ساعه ونص مع الحاج احمد السبكي. انا شفته وما كنتش اعرفه، والله العظيم ما كنت اعرفه. قلت لهم يا جماعه الراجل ده كاركتر، والراجل ده هينجح وهيبقى نجم جامد جدا. مش عارف عملت كده ليه، بس عشان هو فعلا ناجح وفنان وليه مستقبل ولسه كمان. حبيبي انت اللي شرفتني ونورتني والله يا حبيبي أم عادل. حبيبي. ربنا يسعدك يا حبيبي، شكرا.